فعلا إلى السودان فزادت مصائبه أم أن أخطاء حكامه تقف خلف نوائبه؟ في هذه الحلقة سأعرض لكم عددا من الوثائق والكتب التي تلقي الضوء على دور إسرائيل والمنظمات اليهودية الأمريكية المؤيدة لها في الأزمات السودانية المتعاقبة. سأترك لكم بالطبع الحكم على كل ما يقال في هذه الحلقة، ولكن ما يقال يثير فعلا الدهشة والقلق. جاء التركيز على السودان. لماذا السودان؟ لأن إسرائيل تعتبره واحدا من الدول الأكثر خطورة بسبب مساحته وخيراته الباطنية، ويكفي أن ننظر إلى الخريطة لنرى الشواطئ مع البحر الأحمر. وبالتالي فإن إسرائيل فكرت دائما بضرورة أن تكون الخرطوم مشغولة دائما بحدودها، أولا بجنوب السودان من خلال تشجيع الحركات الانفصالية في الجنوب، ولذلك فإن إسرائيل ستتسلل إلى أفريقيا من خلال ما يعرف بالتحالف الدائري، أي أن يكون لها تحالفات مع الدول المجاورة للدول التي تعتبرها إسرائيل خطيرة أو تلك التي يمكن أن تصبح خطيرة. وهكذا فإن إسرائيل تحالفت مع أثيوبيا ومع أريتريا وأوغندا، وأصبحت أوغندا مهمة جدا ومركزية في الخريطة الاستراتيجية لإسرائيل. إسرائيل تعتبر النظام السوداني نظاما معاديا لها، وهي بالتالي تراقب بدقة كل مبادرة سودانية، خصوصا حيال الشرق الأوسط. كان في 4 سبتمبر 2008 محاضرة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أفي ديختر، كان بيتكلم فيها على أهداف إسرائيل في المنطقة وخصوصا في السودان وفي العراق، وحدد قلب اللفظ أن حلفائنا أو أصدقائنا في الجنوب قادرين على تنفيذ الأجندة الإسرائيلية. جلال نصار مدير تحرير الأهرام الأسبوعي ليس وحده من يستند إلى محاضرة آفي ديختر، فكثير من الكتاب العرب وبعض الكتاب الغربيين بنوا الكثير من التحليلات حول السودان على ما قاله المسؤول الأمني الإسرائيلي. فماذا قال؟ محاضرة آفي ديختر قالت: السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لمصر والعراق والسعودية. السودان شكل عمقا استراتيجيا لمصر، وتجلى ذلك بعد حرب 67 حيث تحول إلى قواعد تدريب وإيواء سلاح الجو المصري وللقوات البرية، وأرسل قوات إلى منطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف. كان لابد أن نعمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة. هذا ضروري لدعم وتقوية الأمن القومي الإسرائيلي. أقدمنا على إنتاج وتصعيد بؤرة دارفور لمنع السودان من إيجاد الوقت لتعظيم قدراته. استراتيجيتنا التي ترجمت على أرض الجنوب سابقا وفي غربه حاليا نجحت في تغيير مجرى الأوضاع في السودان نحو التأزم والانقسام. الصراعات الحالية في السودان ستنتهي عاجلا أو آجلا بتقسيمه إلى عدة كيانات ودول. إن قدرا هاما وكبيرا من أهدافنا في السودان قد تحقق على الأقل في الجنوب، وهذه الأهداف تكتسب الآن فرص التحقيق في دارفور. وأنا لما عدوك وأعرف كده يبقى أعرف أمسك إيدك والويها منين. وشي فرج طلع كتاب اسمه إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان. في أكتر من كده، إسرائيل وحركة جنوب السودان في القصة الكاملة لما قامت به إسرائيل في جنوب السودان. الكتاب الذي يتحدث عنه ممدوح حمزة يتضمن جملة من الوثائق الهامة، وصدر عام 2002 عن مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب، ويحمل توقيع موشي فارجي ضابط الموساد السابق وعميد متقاعد، وحمل الكتاب عنوان إسرائيل وحركة تحرير السودان. هذا مختصر الكتاب. بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل أمر أجهزة الأمن بالاتصال بزعامات الأقليات في العراق والسودان وإقامة علاقات معها. أقامت إسرائيل تاريخيا محطات اتصال في كل من إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو. دور إسرائيل بعد انفصال جنوب السودان وتحويل جيش الجنوب إلى جيش نظامي سيكون كبيرا ورئيسيا، خصوصا أن تكوينه وتدريبه كدا يكونان صناعة إسرائيلية كاملة. التأثير الإسرائيلي على دور هذا الجيش سيكون ممتدا حتى الخرطوم.